النجم خالد عبد الجواد احد القصص الجميله في دوري جوي اوف. يدخل اليوم بحراسه المرمى يزن الرويلي، محمد اليامي، ثامر مهتلي، ولدينا لقطه وتقدم على الطرف الايمن، لقطه لصالح حزم الصمود، عرضيه خطيره بشكل رائع، لكن ما زالت الامور فتحويه. عادت من جديد التقدم بعد ذلك للامام على الطرف خالد عبد الجواد المتواجد اساسيا في هذا النهائي. الفريق الحزماوي واصله الى خالد عبد الجواد، خالد عبد الجواد نظره وتمرير اقصى الجهه، يبحث عن اول اهدافه في هذا النهائي، يلعب عرضيه تصويبه ايضا من جديد، لكن الى وين اللقطه الماضيه الى علي النخلي تمريره الرد، يا سلام على مثلث حزماوي يستمر بفاصل مهاري من جانب خالد عبد الغفار. لاول مره نشاهد في هذه البطوله تقنيه الفيديو حاضره، ولدينا محمد الشهراني حكم الفيديو، ويعاون عبد العزيز البريم حكم لصالح فريق الحزم. خالد عبد الجواد على التنفيذ، خالد عبد الجواد موهبة الحزم، يحط كره منع اول اهداف فريق الحزم بذكاء خالد عبد الجواد على القائم الاول. قيمة على ملعب فريق الفتح، راح اقول لك ليش، راح اقول لك ايش السبب لقيمة هذه المباراة الختامية على فريق الرياض بالسود. فيما اكبر النتائج في هذا الدوري كانت في مباراه التعاون او الابكاريه اللي انتهت 8 مقابل لا شيء. خالد عبد الجواد يرسل كره 2006 لهذا اللاعب، 30 نقطه. كره بتعود الان، كان بفارق نقطة عن الأخدود صاحب أكثر فريق من دوري روشن أتاح الفرصة للاعبين تحت 21 عام. يسار الإبعاد على طول حاضر، ما زالت حزموية. خالد عبد الجواد يا عيني بالكعب، شوف خالد عبد الجواد ولمساته والسحرة وفنيات للذهب. كرة أمامية تتحضر مرة ثانية إلى مين؟ إلى لاعبين فريق الحزية، كانت قريبة جدا. شوف محمد الرفعت اللي كان متأخر بخطوة، وبالتالي التأمين كان حاضر من جانب خالد عبد الجواد. إذا هكذا هي الصورة في 45 دقيقة. ماذا عن الفصل الثاني؟ يتوهج ويضيء السماء الأحساب لنجم هذا المساء كان جيفرسون خلف اللقطة الماضية. عادت حزموية من جديد الحزم في هذا الموسم. كرة في الجهة اليسرى، خالد عبد الجواد يمر ولا لا، يعدي ولا لا، يحط كرة أمامية بالكلامي والحصري استيسين تيفي. وذكر عن هذه المباراة بأن سعد الشرفاء عبد الله العنزي في هذه اللقطة. الكرة تتخلص إلى خالد عبد الجواد، خالد كرة تتحول إلى خارج الأرضية من جديد أيضا. عنده 3 أهداف بالمناسبة من أمام ضمك والنجمة والأخدود، وبالتالي يشارك الآن هداف فريق الحزم في هذه البطولة اللي يمتلك